طيب، دوين ذا روك جونسون اسطوره المصارعه دبليو دبليو اي، اسطوره هوليوود. ودول صورتين بيقارنوا ما بين شكله كان عامل ازاي اول السنه هنا في الصوره دي يناير 2025، طبعا على حجم العضل الكبير اللي احنا متعودين عليه من ذا روك طول عمره، وما بين اخر ظهور ليه في اغسطس 2025 اللي هو في الصوره دي، وده كان في العرض الاول لفيلمه الاخير اللي هو ذا سماشينج ماشين. وقد ايه شكله اختلف وقد ايه حجمه قل عن اول السنه. وفي فيديوهات نزلت الناس كلها اتخضت، اللي هو ايه ده؟ ايه اللي حصل لدراك؟ ازاي خس كده وازاي انكمش كده؟ في ناس كتير كانت بتقول ان هو لا، هو خس عشان يحافظ على صحته، خلاص كبر، الحجم العضلي ده مبقاش نافع، قلبه هيضخ دم العضلات دي كلها ازاي، لازم ياخد باله من نفسه، القصه دي كلها. انا تحليلي للموقف ان هو سبب الخسسان ده ان هو بطل منشطات. الخسسان المره واحده ده العنيف ده بسبب ان هو بطل منشطات. ده نظريتي انا. واللي قال لي واللي يعني اللي يأيد نظريتي شويه ان هو فيلمه الاخير اصلا اللي هو ذا سماشنج ماشين كان عن قصه حياه واحد اسمه ماركر. ماركر ده كان من اساطير اليو اف سي زمان، اللي هم الاساطير القدام في بدايه اليو اف سي تماما. ماركر اصلا كان بني ادم 125 او 130 كيلو عضل، وكان بياخد منشطات وبياخد منشطات بعنف وبسبب المنشطات دخل في اكتئابات، وكان بقى ادمن المسكنات وادمن مضادات الاكتئاب وقصه كده. فالفيلم ده بيجسد قصه حياته. وذا روك وهو تحضيره للفيلم كان حجمه العضلي كبير جدا، وكان طبعا كان بياخد كورس عنيف عشان يوصل للحجم ده ويوصل للفورمه دي ويجسد الشخصيه دي بملامحها بكل حاجه. فان هو بعد الفيلم يخس 30 كيلو مره واحده دي في خلال شهور بسيطه يعني، او في خلال 6 شهور او 7 شهور، ده يعني ده مش طبيعي. ده لا، هو كده، وخصوصا ان الدراك ناشف ما فيهوش دهون قوي يعني عشان ينزل 30 كيلو من حجمه يعني. فانا شايف ان هو غالبا بطل منشطات. واللي يثبت كده برضو او اللي يأيد نظريتي دي برضو ان هو شكل وشه عجز، يعني تحسه كبر 10 15 سنه مره واحده. ده غالبا بسبب ان هو بطل جي اتش، فوشه تحسه ان هو عجز بقى عنده 60 سنه. بس كده. قولوا لي انتوا رايكم ايه في الكومنتس اللي حصل لدوين ذا روك جونسون دلوقتي.